طيب، مساء الفل. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين. اتمنى الكام فيديو اللي فاتوا نزلنا كام فيديو، 2 او 3. اتمنى يكونوا سهلين، ان شاء الله يكونوا سهلين. واتمنى تكون فاهم جدا لحد دلوقتي. احنا هنعمل ايه بقى في الفيديو ده؟ بعد ما خلاص عرفنا يعني ايه console دوت log، وعرفنا ان انا بجيب اللوج من جوه الكونسول، وعرفنا ان انا بعدها بفتح الاقواس دي، وبعدين جوه لو عاوز ابعت له نص ببدأ احط دبل كوتيشن واكتب الكلام اللي عاوز ابعته. لو عاوز اضيف جنبه رقم كنت بعمل بلس، وبعدين اضيف الرقم اللي انا عاوز اضيفه، مثلا 5 زائد 7. لو عاوز اضيف نص تاني كان ممكن اعمل كمان دبل كوتيشن وابعت له الحاجات دي، ابعت اللي انا محتاجه جوه اللوج. واللوج دي كانت مسؤولة ان هي تعمل برنت او تطبع الكلام ده في الكونسول. وكمان ما كنتش بنسى السيمي كولون. وفهمنا ان انا عندي عمليات حسابية كتير ممكن اعملها، يعني ممكن اجمع عددين، ممكن اطرح عددين، ممكن اضرب عددين. خد بالك بقى، علامة الضرب مش الاكس، لان الاكس دي حرف، لا بتكون علامة النجمة اللي هي شيفت و8. ممكن اضرب عددين، ممكن كمان اقسم عددين. القسمة بتكون علامة الشرطة المايلة دي، فعملت اسم للعددين. ده اللي احنا قلناه خلال الفترة اللي فاتت تقريبا، مفيش حاجة تانية. قلنا حاجة كمان، قلنا لو عاوز اكتب توضيح في اي مكان على اي حاجة بعمل ايه؟ بعمل دبل باك سلاش وبكتب اللي انا عاوزه هنا. ده بيكون كومنت ليا انا وللمبرمجين التانيين، للمهندسين التانيين، للديفلوبرز التانيين. التلات اسماء دول بنستخدمهم بالتبادل. المهندس هو الديفلوبر، هو المبرمج. ما بنقولش مبرمج على فكرة، بنقول يا ديفلوبر يا سوفت وير انجينير، فحاجة من الاتنين. المهم، يعني بنكتبه لينا احنا بالشكل ده. ده اللي احنا قلناه لحد دلوقتي وفهمناه كويس جدا. النهاردة عاوزين نقول ايه؟ النهاردة عاوزين نمسك القيم لانها لحد دلوقتي طايرة. يعني ايه؟ يعني ايه القيم لحد دلوقتي طايرة؟ اوكي، بيريكورد. يعني ايه القيم لحد دلوقتي طايرة واحنا عاوزين نمسكها؟ لحد ما انت عارف دلوقتي، لو عاوز اعمل برنت لدرجتك انت في العربي، فكنت هتقولي ايه؟ هتقولي حاضر، انا جبت في العربي مثلا 75 من 100. فلو عاوزني اعمل لك برنت لدرجتي في العربي، حاضر هقول لك كونسول دوت لوج. انا درجتي في العربي كام؟ هقول لك مثلا الديجري بي ايكوال، وجنبها هقول زائد، وانا جبت 75 هكتب هنا 75 بس. ده اللي انا هعمله، لان دي فعلا درجتي في العربي دلوقتي. او بلاش نكتب كلمه ديجري، تعال نكتب كلمه عربيك مثلا. عربيك بيكوال 75. ماشي ماشي. لو جيت اقول لك طيب ممكن تضرب لي درجتك في العربي في 2، تقول لي حاضر سهلة. هكتب برضو console.log، وهاجي هنا هقول Arabic بلس، بدل ما اكتب 75 هقول لك 75 في 2، لان انت عاوزني اضربها لك في 2. شكرا يا فندم. طيب ممكن تقسم لي درجتك في العربي على 10، تقول لي ممكن اعمل كده. هقول لك console.log، وبعدين اقول لك الارابيك بيساوي زائد، وبعدين اجيب 75 على 10، لان انا عاوز اعمل كده. طيب شكرا. اللي عمال يحصل ايه؟ اللي عمال يحصل دلوقتي ان كل ما اطلب منك درجتك في العربي تكتب لي 75 75 75 75. دي طايرة موجودة في دماغك، انا عاوز امسكها واحطها عندي في البرنامج. يعني عاوز اقول للبرنامج ده او اخزن جوه البرنامج ده درجتك في العربي كام، وابدا استخدمها في اماكن كتير. طيب ايه رأيك نروح لمكان في الميموري نفتح فيه او ناخد منه حتة او نخزن منه جزء، ونسمي المكان ده مثلا Arabic. هنسميه كده بينا وبين بعضنا، يعني هنسميه كده، ونحط جواه 75. طيب وبعدين كل ما اقول لك اديني درجتك في العربي، ساعتها هتقول لي ايه؟ حاضر، درجتي في العربي في Arabic. هكتب Arabic بس. هكتبها من دبل كوتيشن؟ لا لا لا، مفيش دبل كوتيشن. انا هكتب كلمه ارابيك من غير دبل كوتيشن. ليه؟ لان الارابيك دي موجوده عندي في الميموري، فاللي هيحصل ان اول ما يشوفها هنا هياخدها يروح يدور في الميموري، في ارابيك، في ارابيك، فياخد ال 75 يحطها هنا.
فبالتالي لو قلت له اعمل لي برنت الارابيك هيروح يبرنت 75. انا لسه مش فاهم. واحده واحده. هنفترض ان انت عاوز تعمل برنت لدرجتك في الماس مثلا. تعمل ده ازاي؟ هتقول لي طيب انا هروح في الميموري، هفتح مكان، هسمي المكان ده مثلا اي حاجه، ممكن اسميه اكس، ممكن اسميه واي، ممكن اسميه زد، ممكن اسميه اي حاجه، بس علشان يكون الاسم بيدل على المحتوى، الاسم بيدل على اللي جواه، هسميه ماس. ماشي، انت سميت المكان ده ماس، وهتحط جواه، انا جايب مثلا في الماس 60، فخلاص هتحط جواه 60. طيب ممكن تعمل لي برنت لدرجتك في الماس؟ ممكن اعمل. ازاي؟ تقول له console دوت log وتكتب هنا 60. صح صح. او حاجة تانية، ما انت كده كده اصلا سجلت ال60 دي او خزنت ال60 دي عندك في الميموري، صح؟ فانت ممكن تقول له console دوت log وتكتب هنا ايه؟ تكتب هنا ماس MATH، تكتب هنا نفس الاسم اللي انت مسجله في الميموري. فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان البروجرام هياخد الماس دي ويروح للميموري. هنا في ماس؟ لا مفيش. طب هنا في ماس؟ لا مفيش. طب هنا في ماس؟ في ماس اهي. طيب هات لي الفاليو بتاعتها ورجعها. هيجيب الفاليو دي ويروح يحطها هنا. فكأنه هو عمل ايه؟ شال الماس وحط مكانها 60، فبقى log console.log 60، فهيبرنت ليك 60. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل بدل ما ال60 دي كانت طايره كده في الابلكيشن، لا انا خدتها حطيتها جوه مكان في الميموري. المكان ده احنا بنسميه ايه؟ بنسميه variable او بنسميه متغير. فهو ده جزء المتغيرات اللي موجودة عندك. يعني ايه جزء المتغيرات؟ او يعني ايه متغيرات؟ يعني ايه variables؟ هي حاجات او اماكن بنحجزها في الميموري، بنحطها في الميموري ونخزن جواها قيم على حسب اللي احنا محتاجينه. تعالى بقى نطبق على الكلام ده، ولو لسه ما فهمتش هتفهم اكتر، ما تقلقش خليك معايا. تعالى نروح هنا ونشوف عاوزين نعمل ايه. ممكن هنا اقول له console.log وبعدين هقول له عاوز ابرنت درجتي في العربي زي ما كنا قلنا من شويه. هعملها ازاي؟ هقول له Arabic او AR مثلا، AR degree بي equal وبعدين اقول له بلس. انا جبت كام في العربي؟ جبت 75. خلاص اوكي. تعالى كده نعمل run. قال لي AR degree Arabic degree 75. ماشي ماشي. طيب الطريقة التانية بقى اللي احنا قلنا عليها، قلنا نعمل ايه؟ قلنا بدل ما يبقى فيه 75 كده طايرة، لا تعالى ناخدها نحطها جوه variable، ناخدها نخزنها في الميموري عندي. طب ازاي بقى اخزنها في الميموري عندي؟ الامر اسمه let. يعني لو قلت let AR او Arabic equal 75، ده معناها ان انا بقول له لو سمحت اعمل لي مكان في الميموري وحط جوه 75. تعالى نكمل وهشرحه لك تاني بالتفصيل. console.log وهنا هقول له لو سمحت اعمل لي print الايه تاني هقول له AR degree بلس ايه بقى؟ بلس Arabic. نفس الاسم ده، هنا Arabic هنا Arabic. وما تنساش في الاخر تحط سيمي كولون. تعالى نشغل. قال لي هنا AR بتساوي 75، تعالى نخليها برضو بتساوي عشان تبقى زي اللي فوق بالظبط. هنا قال لي AR بتساوي 75، هنا برضو قال لي AR بتساوي 75. ايه الفرق بينهم؟ هنا اتحطت في الميموري، هنا ما اتحطتش في الميموري. تعالى بقى نتكلم عن الحته دي بالتفصيل وتاكد ان انت فاهمها. لو ما كنتش فاهم اللي فات ده هتفهمه كويس. تعالى ناخد سكرين شوت. خدنا سكرين شوت ولا ما خدناش لسه؟ تعالى ناخد كده سكرين شوت. طيب هو خلاص خد سكرين شوت. تعالى نشوف بقى ايه اللي حصل هنا بالتفصيل. لما جيت اقول له let Arabic، اول ما قرا الحته دي بس عمل ايه؟ راح في الميموري دي، نفترض ان دي الميموري بتاعتي، راح خد مكان. المكان ده عمل ايه؟ سماه Arabic بالشكل ده.
فlet Arabic يعني روح في الميموري افتح لي مكان خليه Arabic. بتيكوال 75. خد بالك بقى، تساوي دي او ايكوال دي مش هي الايكوال بتاعت الرياضة. يعني مش معناها ان اللي في اليمين بيساوي اللي في الشمال، لا لا مش معناها كده. دي اسمها assignment operator. اسمها ايه؟ اسمها assignment operator. يعني ايه؟ يعني اللي في اليمين روح حطهولي في الشمال. تمام، خلينا نبقى مركزين قوي في تساوي دي. تساوي دي مش هي تساوي بتاعت الرياضه، لا دي معناها ان اللي في اليمين روح حطهولي في الشمال. فمعناها ايه؟ معناها 75 حطها لي في ارابيك. فاللي هيحصل هياخد ال 75 دي يروح يحطها في الميموري، فيحط هنا كام؟ 75. ماشي ماشي. وبعدين هنا لما اقول له AR degree بتيكوال او بتيكوال وبعدين زائد Arabic، لو خدت بالك هتلاقينا كتبنا AR degree دي ما بين دبل كوتيشن. طيب ليه؟ لان احنا متفقين من السيشن اللي فاتت ان بيني وبين اللوج قلت لها اي حاجه بين دبل كوتيشن اطبعيها زي ما هي. فاللوج هتعمل ايه؟ هتروح تبرنت نفس الكلمه بالظبط، تبرنت AR degree بتساوي، وبعدين قلت لها زائد ايه؟ زائد كلمه Arabic. هتلاقيك كتبت كلمه Arabic من غير دبل كوتيشن. معنى كده ان كلمه Arabic دي متعرفه عندي. هي متعرفه عندك. طب موجوده فين؟ موجوده في الميموري. هيروح يدور في الميموري. هنا في Arabic؟ مفيش. طب هنا؟ لا مفيش. طب هنا؟ مفيش. طب هنا؟ مفيش. هنا ثواني، ده في حاجه اسمها Arabic. طيب هجيب لك القيمه بتاعتها وارجعها لك. فيروح يجيب ال 75 اللي هي القيمه بتاعه المتغير، القيمه بتاعه الفاريبل، ياخدها يروح يحطها فين؟ هيحطها هنا. فبقى في هنا 75، فهيبرنت ليك Arabic degree بتيكوال 75. فهمت؟ انا لسه ما فهمتش. تعال اديك كمان اكزامبل علشان تفهم اكتر، اكزامبل اصعب شويه. بص، هنفترض ان انت جبت في العربي 75 وكمان جبت في الماس 60، فممكن اقول له let mass بتيكوال 60. ايه ده؟ هو انا ينفع اعرف اكتر من فاريبل؟ عدد لا نهائي، اعمل اللي انت عاوزه. احنا اتفقنا بنعرف فاريبل امتى؟ لما يكون في قيمه عاوزين نمسكها ليه؟ علشان هنستخدمها بعد كده. هنستخدمها بعد كده في ايه؟ في اي حاجه. ممكن اكون عاوز اضربها في 2، اقسمها على 2، اجمعها. ممكن اكون عاوز استخدمها في عمليه حسابيه، او استخدمها في عمليه طباعه، او استخدمها علشان اتشيك على حاجه او اعرف حاجه. يعني محتاج ان انا استخدمها بعد كده. فبعمل ايه؟ بمسك القيمه دي اخليها عندي. ماشي ماشي اوكي. فهقول له let mass بتيكوال 60، وبعدين هقول له let مثلا ايه عندكم ايه تاني؟ انجلش. الانجليش جبنا فيه كام؟ الانجليش مثلا جبنا فيه 45. و لات عربي وانجليش وماس ممكن ايه تاني؟ مثلا ممكن فرنش بيكوال مثلا 29 وليكن. اي حاجه اي كلام. ماشي. وبعدين عملنا ايه؟ قلنا له هنا برنت الاي ار ديجري، وتعالى بقى كمان نبرنت console.log، نبرنت الماس بيكوال بلس. لو عاوز ابرنت قيمه الماس هقول له الماس بيكوال كسترينج بلس ايه؟ بلس قيمه الماس. يعني اكتب 60؟ لا، ليه تكتب 60؟ ما انت خلاص قلت ان الماس هنحطها في فاليو اسمها ماس، فانت ممكن تكتب له هنا ايه؟ تكتب هنا ماس. ماشي ماشي. وبعدين هنفترض ان انت مش عاوز تبرنت الماس، لا انت عاوز تعمل برنت او عاوز تطبع مجموع اللغات الاجنبيه. يعني مجموع درجاتك في اللغات الاجنبيه اللي هم ايه؟ اللي هو انجلش وفرنش. عاوز اجمع او اجيب المجموع بتاعهم. فممكن نقول console.log، وهنا هجيب مجموعهم ازاي؟ هقول له انجلش بلس فرنش. هشرح لك ما تقلقش. تمام كده؟ تمام. تعالى ناخد سكرين شوت ثواني. تعالى ناخد، مش راضي ياخد سكرين شوت. خلاص خد سكرين شوت. تعالى بقى نشرح اللي حصل هنا. طيب ثانية واحدة. تعالى نقفل دي وناخد سكرين شوت. كان مش عارف ليه مش راضي ياخد سكرين شوت. طيب false note 1 second. خلاص خد سكرين شوت
سكرين شوت بس بطيئه شويه. ماشي، تعال نشوف بقى اللي حصل هنا وركز قوي قوي فيه وهتفهم الدنيا ماشيه ازاي في حته الفاريبلز دي. وانا ماشي هنا في رقم 3 قلت له ايه؟ قلت له let Arabic بتيكوال 75. ايه اللي هيحصل؟ اول ما يلاقي let Arabic هيروح في الميموري يفتح مكان اهو نفترض ان هي دي الميموري بتاعتك، هيروح يفتح مكان، هو ده المكان هيسميه Arabic، وارابيك ده هيكون فيه كام؟ هيكون فيه 75. يبقى خلاص دي اتخزنت، دي اتخزنت ازاي؟ هو فتح مكان اسمه ارابيك وبعدين قلت له بي ايكوال 75. اتفقنا ان الايكوال دي مش هي بتاعه الرياضه، دي اسمها assignment operator، يعني اللي في اليمين بيتحط في الشمال. معنى كده ان ال 75 اتحطت جوه الارابيك، فعلشان كده حط لي جوه الارابيك 75. ماشي، حلو قوي. تعال نغير اللون، نجيب اللون ده ونشوف اللي بعدها. بعدين قلت له let mass. اول ما قرا ليت ماس عمل ايه؟ راح في الميموري فتح مكان تاني سماه ماس بالشكل ده، وبعدين كمل لاني بقول له بتيكوال 60، فهيعمل ايه؟ assignment operator، اللي في اليمين بيتحط في الشمال، يعني ال60 هتتحط في الماس، اللي في اليمين بتتحط في الشمال. دي مهمه قوي 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 علشان هنستخدمها بعد كده، ركز قوي فيها. ماشي، ال60 هتتحط جوه الماس، فبالتالي هيحط لي هنا 60. اوكي، وبعدين تعالى نكمل let انجلش. نشوف اول ما قرا ليت انجلش هيعمل ايه؟ هيروح في الميموري يفتح مكان، المكان ده هيسميه انجلش، وبعدين هيلاقي بت ايكوال 45. دي assignment operator، مش هي الايكوال بتاعت الرياضه، يعني اللي في اليمين هيتحط في الشمال، فيروح يحط لي هنا كام؟ 45. ماشي كويس، ناقص اخر حاجه اللي في الاخر خالص في الفرنش، فيروح يفتح مكان تاني في الميموري هيسميه فرنش، وجوه فرنش دي هيلاقي بقول له بي ايكوال 29 assignment operator، اللي في اليمين هيروح يتحط في الشمال، فبالتالي هنا هيكون في كام؟ 29. بقى الميموري بتاعي، عارف ايه الميموري اللي انا بتكلم عنها؟ اللي هي الرام. عارف انت في عندي لابتوب 4 جيجا رام، 8 جيجا رام، دي الرام اللي انا بتكلم عليها دلوقتي. ماشي، ف تعال نشوف بقى اللي هيحصل دلوقتي. لما جيت اقول له console.log AR degree، فهيروح يبرنت AR degree زي ما هي، وبعدين قلت له Arabic من غير اي دبل كوتيشنز. خد بالك، من غير دبل كوتيشنز معناها ايه؟ معناها بقول له روح في الميموري دور لي على حاجه اسمها Arabic، فيروح في الميموري هنا Arabic، لا طب هنا، لا طب هنا، لا طب هنا، اهي Arabic اهي. تعالى خلاص خد بقى ال 75 دي روح وديها لي هناك، فكانه شال العربي دي وحط مكانها 75. فهيبرنت ايه؟ هيبرنت AR بت ايكوال 75. خلاص دي اول حاجه. تعال نشوف تاني حاجه. قلت له ماس بت ايكوال، هيبرنت ماس ايكوال دي زي ما هي بالظبط، لاني حاططها بين دبل كوتيشن زي ما هي بالظبط، وبعدين بلس كلمه ماس من غير دبل كوتيشن، معناها بقول له ايه؟ روح في الميموري دور لي على حاجه هناك اسمها ماس. تعال نروح كده في الميموري، هنا ماس، لا طب هنا ماس، لا طب هنا ماس، اهي ماس اهي. ماشي، خد بقى القيمه روح وجهها مكانها، فكانه بالظبط شال كلمه ماس وحط مكانها كام؟ 60. تمام. وبعدين قلت له console.log English plus French، فايه اللي هيحصل؟ هياخد ال 45 دي وبعدين يروح يحطها هناك لان دي مكان الانجليش، فهيحط مكانها 45. وبلس فرنش، يروح في الميموري يدور على فرنش يلاقيها ب 29، يجيب ال 29 يحطها هنا 29. ماشي، فلما اقول له 45 زائد 29 هيبدا بقى يجمعهم يدينا كام؟ 60 و تقريبا 74 I think، حاجه كده يعني. فالمفروض دلوقتي البرنت يكون ايه؟ يكون AR degree 75 ماس 60، وبعدين يبرنت 74 من غير اي سترينج لاني ما حطيتش جنبها اي سترينج. تعالى يلا كده نرن ونشوف هل فعلا هيطلع زي ما احنا عاوزين ولا لا. فعلا زي ما احنا عاوزين، قال لي AR degree 75 دي الاولى اهي، عمل لها برنت، وبعدين عمل الفاريبل دي بنسميها ايه بقى؟ بنسميها مش عارف بيسموها عندك اسناد وتعريف، اعلان واسناد تقريبا. let variable ده عمليه الاعلان، Arabic بتساوي 75 دي عمليه الاسناد. اعلان معناها declaration، يعني انا يعني بقول ان انا عندي variable اسمه كذا ويتحط في الميموري. اسناد معناه ان انا باسند قيمه من ليها بقى، يعني بقول له Arabic بتساوي 75، انا بسند قيمه 75 دي لأرابيك. ماشي اوكي. ف AR degree 75، AR degree 75 دي بقى الثانيه AR degree 75، وبعدين قلت له ان الماس بتيكوال 60 اهي، وبعدين جمع الاثنين على بعض طلعوا 74 اهي، فبالتالي الفاليوز اللي احنا عملناها دي مظبوطه جدا.
اوكي، حاجه كمان محتاجك تبقى عارفها قوي. هل كان لازم اقول له let French بتيكوال 29 على طول؟ لا، على فكره انت ممكن تعمل الاعلان في لاين لوحده كده، وبعدين تيجي هنا تقول له French بتيكوال 29 بالشكل ده. صح صح، عادي مفيش مشكله. هنشغل هيشتغل عادي ولا كأن عملنا اي حاجه. هنا عملت الاعلان وهنا عملت الاسناد. اتمنى يكونوا بيقولوها كده فعلا على هنا على الويب سايت. طيب ده كويس قوي. عاوزين نعمل ايه تاني دلوقتي؟ عاوزين نبدأ نلعب شوية في القيم. ازاي؟ يعني مثلا لو قلت لك انا عندي بونص. ايه هو البونص؟ ان انا بضيف على الماس 5 درجات. شوف درجتك في الماس كام، ضيف عليها 10 درجات. ازاي بقى اعمل كده؟ هل ينفع اجي اقول له ماس بلس 5 بس؟ لا، ما ينفعش اقول له كده. ليه؟ لانه هنا هيعمل ايه؟ هيضيف 5 على الماس، وبعدين يعني يعني ثانية واحدة، تعالى ناخد كمان سكرين شوت. او بلاش ناخد سكرين شوت، تعالى نروح هنا كده واشرح لك الحتة دي، ركز فيها قوي عشان هي مهمة وهيجيلك فيها اسئلة وهتفهمك انا عاوز اقول لك ايه. لو جينا قلنا هنا let الماس بيساوي 60، ماشي خلاص، يبقى احنا عارفين ان هروح في الميموري هفتح مكان اسمه ماس، وبعدين قلت له ماس ايكوال 60، ده اساينمنت اوبريتور، 60 تتحط في الماس، فبالتالي هيحط لي هنا 60 في الماس. ماشي. هل لو جيت اقول له ماس بلس 5، الجمله دي لوحدها هتروح تعدل في قيمه الماس اللي جوه الميموري؟ خالص لا. ليه؟ لما قلت له ماس بلس 5 هيروح يجيب الماس دي من غير دبل كوتيشن، فيروح يشوفها في الميموري يلاقيها ب 60، كانه شال الماس حط لي هنا 60 وبعدين زود لي عليها 5، فكاني بالظبط كاتب ايه؟ كاتب 65 سيمي كولن بس. طب ال 65 دي اعمل بيها ايه؟ معرفش. طب اوديها فين؟ معرفش. بتاعت مين؟ معرفش. طيب بس انا ما كانش قصدي كده، انا كان قصدي هات لي قيمه الماس وعاوز احط عليها 5، يعني انا قصدي ان انا ازود ال60 دي اخليها 65. اعمل كده ازاي؟ عاوز تعمل كده يبقى تقول لي ماس، قيمه الماس بلس 5، وتستخدم بقى الاساينمنت اوبريتور اللي احنا قلنا عنها. لازم تقول لي هنا الماس بتساوي الكلام ده. تاني تعال نكتبها هنا بشكل كويس. تقول لي الماس بتيكوال ماس بلس 5. تقول لي ثواني بقى، معنى كده ان انا هقرا من الشمال لليمين، فلما يلاقي هنا كلمه ماس هيروح في الميموري يجيب ال60 يحطها هنا؟ لا، علشان كده قلت لك دي اسمها assignment operator، دي اسمها assignment operator، واللي في اليمين بيتحط في الشمال، اللي في اليمين بيتحط في الشمال. فانت ركز بقى، هنا عندي ماس بلس 5، خلص اللي في اليمين الاول. ماس بلس 5، هي الماس بكام؟ ب60 زائد 5 يديني كام؟ 65. اللي في اليمين هيتحط في الشمال، فبالتالي كاني حطيت 65 في الماس. هروح عند الماس، ايه اللي هيحصل؟ يشيل ال60 خالص ويحط مكانها كام؟ 65. هل بقى في اي وجود لل60؟ ما بقاش في اي وجود لل60 خالص. تمام، ركزت في الحته دي؟ تمام. تعالى هديك كمان اكزامبل عليها وقول لي هتحلها صح ولا لا. تعالى اهو، تعالى نجيب اللون العربي ده، اللون الابيض، اللون العربي. ماشي، نجيب اللون الابيض ونروح هنا. يلا بينا. هقول let x. ايه هو x؟ هو ده اسم الفاريبل مليش علاقه. وبعدين هنقول ان الاكس بتيكوال 5، وبعدين هقول لك ان الاكس ايكوال اكس بلس، لا عذرا الاكس بتيكوال اكس بلس 7، وبعدين هقول ان الاكس بتيكوال اكس ماينس 2، وبعدين اقول لك ان الاكس بتيكوال اكس ماينس 1، وبعدين اقول لك ان الاكس بتيكوال اكس بلس 3، وبعدين هقول لك console dot log x
equal x بالشكل ده. يلا يا باشا حل. وقف الفيديو وقول لي هيبرنت ليا ايه. ما تكملش، وقف وحلها لوحدك وقول لي هيبرنت ايه. تمام، اظن انك كده وقفت. يا ابني انا ما وقفتش الفيديو، وقفه وحل لوحدك، انت بتتفرجش على فيلم. ماشي خلاص، هنفترض ان انت وقفت الفيديو. تعالى يلا هقول لك بقى احنا حليناها ازاي ونشوف الحل بتاعك صح ولا غلط. ماشي، لو حليت غلط ما يهمكش عادي، احنا بنتعلم. هنا قلت له ليت اكس، فهيعمل ايه؟ يروح يفتح مكان في الميموري هيسميه اكس. اوكي فهمنا. وبعدين قال لي اكس بتساوي 5. انت لسه قايل من شويه ان دي مش تساوي بتاعه الرياضه، اللي في اليمين بيتحط في الشمال، فاللي في اليمين 5 يروح يتحط في الشمال، فبالتالي اكس دلوقتي بقى جوه كام؟ 5. ماشي اوكي. وبعدين قلت له ان الاكس بتيكوال اكس بلس 7، اللي في اليمين بيتحط في الشمال. خلص اللي في اليمين الاول عشان نعرف نحطه في الشمال. صح. اكس بلس 5، هي الاكس في الميموري دلوقتي بكام؟ ب5. خلاص اوكي 5 بلس 7 5 و7 كام؟ 5 و7 12 صح؟ مش 5 و7 12 يعني ده يعني القيمة دي كلها 12. يبقى المفروض ال 12 تتاخد وتتحط فين؟ تتحط هنا. فايه اللي هيحصل؟ هيتمسح الخمسة اللي جوه اكس، هتتمسح. ركز ما بقاش ليها وجود، هتتمسح ويتحط مكانها 12. يبقى دلوقتي لو قلت لك قيمة الاكس بكام؟ تقول لي ب 12. طب ده هنا كان مكتوب 5، لا ما احنا غيرناها خلاص، معلش اتغيرت. تمام. وبعدين هنا هقول له اكس ناقص، بعدها قلت له اكس بتيكوال اكس ماينس 2، اكس ناقص 2. دي assignment operator، اللي في اليمين بيتحط في الشمال، فانا لازم اخلص اللي في اليمين الاول. جدع. يبقى اكس ماينس 2، الاكس بكام؟ ب 12. ثواني 12 ناقص كام؟ ناقص 2. 12 ناقص 2 يديني 10. ال10 هنروح نحطهم في الاكس، فبالتالي قيمة ال 12 دي تتشال ويتحط مكانها كام؟ تحط مكانها 10. كويس. في اي وجود لل 12؟ مفيش اي وجود. في اي وجود للخمسه؟ مفيش اي وجود. امشي معايا واحده، ماشي معاك واحده اهو. هنا وبعدين بعدها قلنا له هو البرنامج دايما بيتنفذ من فوق لتحت. وبعدين قال لي هنا الاكس بتساوي اكس ناقص 1. هي الاكس كانت بكام؟ ب 10. تقول لي لا ده ب 12، اتمسحت. ده ب5، اتمسحت. ما بقاش فيه غير 10 دلوقتي. 10 ناقص 1. اوكي 10 ناقص 1 يديني 9. اوكي، فال9 دي تروح تتحط في الشمال. خلصت اليمين، واللي في اليمين بيتحط في الشمال، فال9 تتحط في الاكس. اذا هيروح يشيل ال10 دي من الاكس ويحط مكانها كام؟ يحط مكانها 9. طب وال10 اتشالت، وال12 اتشالت، وال5 اتشالت. قيمة اكس الحالية 9. حلو. وبعدين قلت له اكس بتيكوال اكس بلس 3. ماشي، الاكس دلوقتي بكام؟ ب9. زودنا عليهم 3 بقت كام؟ 9 و3 ادتني 12. اوكي، خد لي ال12 دي روح حطها لي في الاكس، فبالتالي يشيل ال9 ويحط مكانها كام؟ يحط مكانها 12. وبعدها لقيت ايه؟ لقيت console دوت log. بقى هبدا اطبع console دوت log اكس بتيكوال، فكده هيبرنت ليا اكس بتيكوال اكس. قيمه اكس بكام؟ ب9. طب ب10؟ طب ب5؟ اخر قيمه موجوده كام؟ 12. خلاص، ياخد ال12 هيروح يحطها لي هنا، اكس بتساوي 12. فالمفروض ان هو يبرنت البروجرام بالشكل ده. تعالى يلا نعمله علشان نتاكد ان اللي احنا عاملينه ده صح واللي احنا فهمناه ده صح. قلت له قلنا الاول ايه؟ قلنا let x بتيكوال كام؟ بتيكوال 5 I think. تعالى نشوف كده. قلنا let x وبعدين قلنا الاكس بتيكوال 5. تعالى نعمل حاجه. تعالى نعمل ده. هحطه انا على شاشه تانية. انا عندي هنا يا جماعه مونيتور تانية، فلما ببص كده دي شاشه تانية ودي الشاشه الاولى. ماشي. فاحنا قلنا ايه؟ قلنا هنا let x كده، وبعدين قلنا الاكس بتساوي 5، وبعدين قلنا ان الاكس بتساوي x بلس كام؟ بلس 7، وبعدين قلنا ان الاكس بتساوي x بلس، عملنا بلس تاني، لا عملنا ماينس 2، وبعدين قلنا الاكس بتيكوال x ماينس كام؟ ماينس 1، وبعدين قلنا ان الاكس بتيكوال x بلس 3، وبعدين قلنا console دوت log عشان نطبع بقى.
قلنا الاكس بتيكوال وبعدين قيمة الاكس عشان نجيب قيمة الاكس النهائية. قال لي ان الاكس بتيكوال 12 زي ما احنا عملناها بالظبط. وانت دلوقتي فهمت احنا عملناها كده ليه، وكمان فهمت ان انا ممكن اقول let x بتيكوال 5 الاتنين في سطر واحد، اقول له let x وتحتها اقول له x بتيكوال 5. ده صح وده صح. اتمنى تكون فهمت الجزء ده، وتقدر دلوقتي تروح تعمل ايه، تروح تحل جزء المتغيرات اللي موجودة عندك وتحل وتشوف المراجعة وتحل الاسئله، وبعدين تشوف اول جزء قبل اف كمان. يعني في حته كده قبل اف ممكن تشوفها، اللي هو كان بيشرح لك فيه، يقول لك انك ممكن تعمل في نفس السطر let x بتيكوال كذا. يعني تقدر تعمل تعريف واسناد، بيسموها كده اعلان واسناد في نفس اللاين او في نفس السطر. تمام. يلا بقى شوف الفيديو الجاي ان شاء الله اللي هيكون فيه اف ستيتمنت، عشان هي لذيذة جدا ومهمة جدا جدا. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم.